السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مطبخ فريسكا بالعسل. احنا النهاردة هنعمل مع بعض اكلة حلوة وجميلة وكل بيحبها. هنعمل ايه؟ احنا النهاردة هنعمل شوية فتة اللوز. انا معايا الحلة بتاعتي حطيت فيها مية، مية غليت، نزلت فيها البوكي جرني بتاعي، البصل والجزر وقرن فلفل وطماطمايه وورق لوري وحبهان ومستكه وفلفل اسود. ما ضفتش ملح. هعمل ايه؟ انا هنزل بالفرخه بتاعتي. انا جايبه فرخه اللي هي الامهات الكبيره البياضه الجميله دي اهي، زي انتم ما شايفين كده. نزلت بيها. لازم تغلي الميه الاول. الميه غليت وجايبه معاها كمان ورك عشان لو العدد زاد ولا حاجه ولا حد جه يبقى له نايب. هنزل بيه اهو. وراس الفرخه بتاعتي الجميله بالرقبه دي فراخ امهات. فراخ امهات ديت هي اللي فيها بيبقى فيها بيض، مطلعه منها شويه فرش بيض، يعني حاجه كده قمر. هبقى اعملهم وجنبهم شويه بطاطس محمره بقى كده، ودي غدوه عشوه حاجه كده، يعني لوز اللوز. ما بنرميش حاجه من الفرخ، كل حاجه فيها بتتاكل. هنخلي انا ما ضفتش ملح. هخلي الفرخه بتاعتي تغلي وتستوي شويه، وبعد ما داخل على السوا هضيف الملح بتاعي، وهنشوف احنا هنعمل جنب الفرخه بتاعتنا ايه لغايه ما نعمل الفته بتاعتنا. هنبقى مع بعض، خلوكوا معايا حبايبي. اثناء ما فراخنا كده بتستوي هعمل ايه؟ نجهز لبقيه اكلتنا. هنزل بالماده الدهنيه بتاعتي كده. انا هعمل ايه؟ هعمل لسان عصفور. هحمر لسان العصفور. نجهز لبقيه الاكله بتاعتنا. هحمر لسان العصفور زي انتم ما شايفين كده، وهنشوف اللون بتاعه الجميل اللي احنا هناخده، وبعد ما نخلصه هنبقى مع بعض حبايبي. زي انتم ما شايفين ادي احنا حمرنا لسان العصفور. انا هصفيه وهنرجع مع بعض حبايب قلبي. وادي لسان العصفور بعد ما حمرناه وصفيته من الزيت. انا بعد ما صفيته شطفته بالميه، بشطفه تحت الحنفيه بالميه السخنه. انزل كميه الزيت الزياده اللي فيه، وفي نفس الوقت ببرده علشان لو فضل سخن اللون هيغمق اكتر من كده، وانا مش عايزاه طبعا يتحرق يبقى لونه مش حلو. واحنا اديته اللون ده ليه؟ لان احنا لما بننزل عليه الشوربه بعد كده من اللي هنحطها هنضيفها عليه عشان يستوي، اللون بتاعه بيفتح. فلو هو اللون من الاساس فاتح بيشرب شوربه كتير قوي وبيبقى لونه فاتح مش حلو. لكن كده بتديله الشوربه بتاعته بيستوي وبيبقى لونه اللي هو الذهبي الغامق شويه ده، ما بيبقاش اصفر، بيبقى غامق شويه، بيبقى لونه وطعمه حلو جدا. فهنبقى مع بعض واحنا بنضيف له الشوربه. خليكم معايا حبايبي. وهضيف الشوربه بتاعتي. اضيف الشوربه بتاعتي على لسان العصفور. وهنشوف بقى لسان العصفور بتاعنا لما يخلص يبقى شكله ايه. وادي احنا لسان العصفور بتاعنا اهو. بعد ما ضفنا له الشوربه هضيف له ملح وفلفل علشان لسان العصفور. حطيت له ملح وفلفل زي انتم ما شايفين كده. هسيبه بقى مع نفسه، هسيبه بقى يغلي بقى كده مع نفسه. ههدي عليه النار ويعيش بقى مع نفسه، وهنرجع بقى نشوف بقيه اكلتنا. هنا بقى نكمل بقيه الاكل بتاعنا. حطيت هنا سمنه وحته زيت عشان الرز بتاعي. هنزل بالرز. هنزل بالرز بتاعي وهقلب الرز بتاعي كده لغايه ما الرز بتاعي يسخن خالص. انا عايزه الرز بتاعي يبقى سخن. هقعد اقلب فيه كده لحد ما يسخن، وهنرجع نشوف الرز بتاعنا
ومعانا لسان العصفور هنا عايش مع نفسه، وهنرجع نشوف بقيه اكلتنا. حبايب قلبي، زي ما انتم ما شايفين الرز عامل ازاي، بقلبه لدرجه انه يبقى كده. انا عايزاه كده وحدات كده فاكك من نفسه خالص كده، شايفين؟ بصوا انا عايزاه كده بالذات الرز الابيض اللي احنا هنعمله للفته يبقى كده، يتقلب في الماده الدهنيه بتاعته لغايه ما يبقى بالمنظر ده كده، يبقى وحدات، كل واحده كده، كل رزايه بوحدتها كده، كل واحده بوحدتها كده. هنضيف له بقى الميه، يبقى بس شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاطه له الملح والملح بتاعه. هنزود الميه كمان شويه تاني عشان رزنا بقى يستوي ويبقى حلو. واحنا زي ما اتفقنا قبل كده ان انت عينك معيار، عينك معيار الرز، ولا هنغطس معلقه ولا حاجه، عينك معيار. طبعا عشان احنا مغلفين الرز شويه، قعد شويه على النار واتغلفت الرزايه الحبايه، فاهي زي انتم ما شايفين كده اهي. ادي كده الرز بتاعنا، هنخليه يغلي شويه وبعد كده نحط عليه. معانا هنا بقى زي انتم ما شايفين كده لسان العصفور بيغلي معانا خلاص اهو، داخل على السوا اهو، زي الفل زي الفل. معانا هنا الرز يغلي معانا، وهنشوف الرز بتاعنا بعد ما يستوي هيبقى شكله ايه. حبايب قلبي، هنعمل هنا بقى ايه الدمعه بتاعتنا اللي احنا هنحطها على الفته. انا هنزل بالثوم بتاعي، هنقلب الثوم كده لغايه ما يبتدي يسيح. هنقلب الثوم كده لغايه ما يفك خالص. طبعا عشان انا عامله الثوم وحاطاه في الفريزر، يعني طحناه وحاطاه في الفريزر زي انتم ما شفتوه كده قوالب، حاطاه في الكيس وعاملاه قوالب. هقلب بقى كده، هنقعد نقلب في التومه بتاعتنا لغايه ما نديها اللون الذهبي، مش هنخلي التومه تحمر. من الحاجات الجميله اللي للفته الدمعه ام توم دي جميله جدا، بتدي طعم حلو قوي قوي للفته. ضفت هنا شويه كزبره ناشفه، اديها تقليبه بس كده، ابتدي اشم بس الريحه. هعمل ايه بقى؟ هطش ده بالخل بتاعي. بسم الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. مش قادره اقول لكم بقى على الريحه الجميله اللي طلعت. الله 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 الله، حاجه كده قمر عسل، يعني حاجه كده عنب العنب. هتغلي غلوايه بس كده، ونبتدي ايه نضيف ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطماطم بتاعتي
اثناء ما الدمعه بتاعتي بتغلي كده انا هعمل ايه؟ انا هضيف ملح وفلفل اسود وشطه فقط لا غير. انا مش عايزه طعمها يغير، اوديه لاي طعم تاني. ضفت حاجتي كده، البهارات بتاعتي، هقلب. مش قادره اقول لكم والله الريحه طالعه عامله ازاي، يعني الاكل بيشهي بيشهي بيشهي، يعني حاجه كده، حاجه قمر، تقولوا عسل. هسيب بقى الدمعه بتاعتي تغلي كده مع نفسها، وهنرجع بقى البيت اكلتنا نشوف احنا هنعمل ايه. احنا بقى كده هنبتدي نحط انا محمصه العيش زي انتم ما شايفين كده، مقطعاه ومحمصاه زي انتم ما شايفين. هبتدي احط هنا بسم الله الرحمن الرحيم دمعه اللي هي التسبيكه اللي انا عملتها طبعا، وهقلبها في العيش، بتدي طعم حلو قوي للعيش. هبتدي بعد كده احط الشوربه بتاعتي على العيش. احنا ممكن الشوربه دي نصفيها بالصفايه، صح؟ علشان ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الشوربه ونشوف نقلب العيش بتاعنا كده في الشوربه بالدمعه اللي احنا عاملينها. طبعا الدمعه دي بتدي طعم جميل جدا للعيش طبعا. شم الريحه، الريحه بتبقى الريحه تحفه تحفه تحفه. احنا ممكن نزود شويه شوربه تاني عشان العيش بس نشف. هنبتدي نعمل ايه نبتدي نعمل ايه؟ ننقل هبتدي احط الرز بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بصوا الرز مفلفل ازاي، بصوا الرز مفلفل ازاي. هو دوت الميزه الحلوه، ان احنا لما نعمل الرز نقلبه كتير في السمنه او الزيت او الماده الدهنيه عامه اللي احنا بنعمله فيها، نخليه يتغلف كويس قوي، وبعد كده نوطي عليه النار زي احنا ما اتفقنا كده. كل حاجتنا تاخد يعني حقها. انا مش عايزه افصل الفيديو طبعا. هناخد الرز ده كله، ان احنا عايزين الرز اقطع من العيش. الجماعه الحلوين اللي بيموتوا في الفته دول. وزي ما اتفقنا احنا المطبخ بتاعنا سهل وبسيط، وكل حاجه فيه سهله. البنات المبتدئات اللي داخلين على حياه جديده، بصوا ما فيهاش حاجه زي انتم ما شفتوا كده. كل حاجه سهله. السليق الفراخ، من سليق الفراخ لعمايل الرز لعمايل الدمعه، كل دوت سهل وبسيط، ما فيهوش اي يعني حاجه تعقد يعني من البنات اللي بتخاف من المطبخ. ما فيهوش حاجه، ده سهل. حب المطبخ هيحبك، ابدعي فيه. مش شرط نعمل زي ماما بتعمل، ممكن اضيف انا طعم ليا جديد ويكون حلو وجميل. ارجع بالطبق بتاعي عشان اضيف شويه شوربه كده على الوش. هنضيف شويه شوربه كده على وش الفته بتاعتنا. بنطعم الرز بتاعنا. هنعمل ايه بقى؟ هجيب الدمعه بتاعتي اللي انا عملتها، اضيف لها شويه شوربه هنا.
شويه، وابتدي بقى اضيف التسبيكه بتاعتي على الوش زي انتم ما شايفين كده. من الحاجات الجميله والسهله والكل بيحبها الفته. طبعا احنا اتفقنا هنعمل طبق فته كبير، يعني الكل جعان. ايوه. وهنكمل اكلتنا ونشوف احنا هنعمل ايه. وادي يا حبايب قلبي الاكل بتاعنا بعد ما خلص، ادي الفته والفراخ بتاعتنا والسلطه ولسان العصفور زي انتم ما شايفين. وادي اكلتنا بتاعت النهارده. لو شفتوا الفيديو وعجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصل كل جديد. واشوفكم بخير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.